أهم 10 أيام في حياتك هيبدأوا يوم الجمعة الجاية يا جماعة، أيام العشر من ذي الحجة. ركز معايا وسيب كل اللي في إيدك. إيه فضل الأيام ديت؟ أعمل إيه في الأيام دي؟ أفضل 10 أعمال أعملهم في العشر من ذي الحجة. تخيل الأيام دي العمل الصالح فيها أفضل من الجهاد في سبيل الله. يعني أي عمل صالح بتعمله في الأيام ديت أفضل من الجهاد في سبيل الله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، أي أيام العشر من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بذلك من شيء. تخيل يا جماعة إن العشر أيام دول العمل الصالح فيهم أفضل من الجهاد في سبيل الله. والله عز وجل قال والفجر وليال عشر. فلازم نركز جامد جدا جدا يا جماعة في العشر دول، عشان دول أفضل أيام الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها فلعل أحدكم تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. لعل احنا نجتهد في العشرة دولت الله عز وجل يدخلنا الجنة بسبب اجتهادنا في العشرة من ذي الحجة. طب أعمل إيه في العشرة من ذي الحجة؟ 10 أعمال للفوز بعشرة من ذي الحجة. ركزوا يا جماعة معايا في الأعمال ديت، 10 أعمال لو عملتهم إن شاء الله هفوز بالعشرة من ذي الحجة. أول عمل هبدأ بيه يا جماعة العشرة من ذي الحجة هو التوبة إلى الله عز وجل. أي يا جماعة بداية أعمال صالحة لازم ابتدي بالتوبة. ليه يا جماعة؟ لأن التوبة بتطهر القلب بقى عليه سيئات كتير، عليه غلاف، فالقلب محتاج توبة، محتاج تطهير عشان أشيل الغلاف ده وتبدأ الأعمال الصالحة تدخل في قلبي وتأثر فيا. يبقى أول حاجة لازم كلنا يا جماعة نستقبل العشرة من ذي الحجة نتوب إلى الله عز وجل توبة صادقة. تاني حاجة يا جماعة الصيام. أفضل الأعمال إلى الله عز وجل الصيام يباعد بينك وبين النار 70 خريفا. فالصيام يا جماعة فضل عظيم، وبالذات في هذه الأيام. إن قدرت إن أنا أصوم إن شاء الله 9 أيام يا جماعة طبعا، وما فيهم يوم عرفة اللي بيكفر سنتين، خير إن شاء الله، خير عظيم. على قد ما أقدر يا جماعة أصوم ال9 دولت، بس أحاول إن أنا أصوم على قد ما أقدر. قدرت أصوم ال9 ال8 ال7 على قد ما أستطيع إن شاء الله أصوم الأيام دي. تالت حاجة يا جماعة الصيام. تالت حاجة الصلاة يا جماعة مهمة جدا، بس طبعا مش صلاة الفرض، لا انت لو ما بتصليش الفرض يبقى دي يا جماعة خطر عظيم. لا انا بقول السنن، اصلي ال 12 سنة الراتبة، اصلي قيام الليل، اصلي صلاة الضحى، اشوف كل النوافل يا جماعة والسنن المستحبة وصليها. ربنا يبارك فيكم. تالت حاجة يا جماعة الصدقة يا جماعة بالذات في هذه الايام، ونحن يا جماعة الان في اشد الحاجة الى الصدقة، والفقراء الان اشد الحاجة إلى الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. يعني أفضل حاجة تقابل بها ربنا وأفضل الأعمال اللي أنت تدخل سرور على مسلم. فنكسر من هذه الصدقة في هذه الأيام يا جماعة، حتى لو ب5 جنيه، حتى لو ب10 جنيه، أي شيء تصدق بيه، بس عند ربنا غالي جدا لأن أنت بتفرح الفقير من جواك. 5 حاجة يا جماعة قراءة القرآن يا جماعة يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فحاول تكتر من القرآن في ال10 دول. قدرت تختم في ال10 أيام دول يا جماعة يبقى فضل عظيم وفضل، يعني تخيل يا جماعة قراءتك للقرآن في المسجد أفضل من الجهاد في سبيل الله. فكل يوم على قد ما تقدر ظبط لك كده ورد من القرآن الكريم تقرأه إن شاء الله في العشرة من ذي الحجة. سادس حاجة يا جماعة صلة الرحم. أحاول الناس إن أنا، وكلنا مقصرين يا جماعة في موضوع صلة الرحم، احاول الناس اللي انا مش بصلهم اصلهم ان شاء الله واصل رحمي، لان صلة الرحم يا جماعة امر عظيم جدا جدا ان شاء الله. 7 حاجة يا جماعة هي الأضحية يا جماعة سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا كل اللي يا جماعة هيضحي ما ياخدش من الشعر او من الاظافر او من خده اي شيء، ودي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها توحيد وتطهير للإنسان من الذنوب والمعاصي. 8 حاجة يا جماعة الذكر. اذكر الله عز وجل، كتر من التكبير والتهليل وذكر الله عز وجل في هذه الأيام دي يا جماعة. أنا عايزك
طول ما انت ماشي تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر الله اكبر الله، تقعد تكبر كتير وتذكر الله عز وجل كثيرا في هذه الايام. تاسع حاجه يا جماعه هي اتباع الجنائز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى على جنازه فله من الاجر قيراط في الجنه، ومن تبعها حتى تدفن فله من الاجر قيراطان. قلنا يا رسول الله ما القيراط؟ قال: مثل جبل احد. يبقى اجر عظيم. وسيدنا ابن عمر لما سمع يا جماعه الحديث ده قال: لقد فرطنا في قراريط كثيره. 10 حاجه يا جماعه واخر حاجه الدعاء. اكثر من الدعاء في هذه الايام. ايام عظيمه يا جماعه، ايام فضلها عظيم، فانا عايز اعمل ايه؟ اكتر بقى من الدعاء في هذه الايام. ما ضيعش بقى، احاول كل وقت في هذه الايام ادعو الله عز وجل وانا موقن بالاجابه. اشوف كل الحاجات اللي انا نفسي ربنا يحققها لي ونفسي ربنا يستجاب لي فيها، ادعو الله عز وجل في هذه الايام، لان يا جماعه ايام مباركه وايام عظيمه، فما تضيعش منك. وكل اللي يا جماعه شاف الفيديو اعمل مشاركه ومنشن لصاحبك واعاده نشر، لان كل واحد هيشوف الفيديو ويعمل باللي فيه هيكون في ميزان حسناتك يوم القيامه بسبب المشاركه بتاعتك ديت. ان شاء الله تاخذ اجري واجرك، وكل واحد بيشوف الفيديو ستاخذ الاجر ان شاء الله يوم القيامه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدال على الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.